تعال نرجع بالزمن ونروح عاصمة مصر القديمة. السلام عليكم، احنا النهاردة موجودين في عاصمة مصر القديمة. اهلا بكم في مدينة القطائع. مدينة القطائع كانت عاصمة مصر، كانت بعد الفسطاط وبعد العسكر وبعد اسكندرية، بس كانت قبل قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. بنى المدينة ديت واحد اسمه أحمد ابن طولون. بس ثانية واحدة، مين هو أحمد ابن طولون؟ أحمد بن طولون هو أول ملك يحكم مصر بخلافة شبه مستقلة عن الدولة العباسية في بغداد، مع إنه أصلا جاي من هناك. اتعين والي على مصر سنة 868، وأول ما مسك مقاليد الحكم أسس الدولة الخاصة بيه، أسس مدينة القطائع. وكانت بتتسمى مدينة القطائع عشان كانت بتنقسم لقطع من الأرض، قطعة أرض بيقعد فيها السكان، وقطعة بيقعد فيها التجار، وقطعة تانية بيقعد فيها العاملين، وقطعة الأرض الأخيرة كانت من نصيب الجيش والحاكم. ومش بس كده، مع مدينة القطائع أنشأ جامع أحمد بن طولون، المسجد الخاص بيه. واحنا النهارده هنا عشان نحكي لك حكاية المسجد. اعمل لايك وفولو ويلا بينا نخش في التفاصيل. أنشأ المسجد دوت سنة 876. المسجد أول ما تخشه هتنبهر بالساحة الكبيرة الواسعة. المسجد ده من أكبر مساجد مصر. حواليك في كل حتة عواميد ضخمة ومساحات واسعة كبيرة. المسجد كل الأماكن اللي فيه جميلة، سواء للصلاة أو للتصوير أو للتأمل. مساحات واسعة كبيرة على مدى بصرك لحد ما توصل للقبة اللي في وسط الجامع. المكان من جوه شكله تحفة، خيال. وخصوصا لما تتحرك علشان تخلي المنظر المعماري بتاع القبة بيكون طالع من وراه المأذنة بتاعت المسجد، حقيقي شكلها تحفة.